استدعت بلدية لا فرونتيرا الكندية الثقافة الصحراوية خلال تنظيمها لتظاهرة يوم الثقافات العابر للحدود لهذه السنة. وشارك في الحدث الثقافي الأكبر من نوعه في الجزيرة العديد من البلدان على غرار كوبا وفنزويلا والبيرو وألمانيا والهند. وكانت تقاليد الشعب الصحراوي ضيف الشرف على نسخة هذا العام في إبراز مميز لثقافات واختلاف شعب عريق. ووصف مستشار المساواة بالجزيرة طبعة هذا العام بالمميزة باعتبار مشاركة الصحراء الغربية نظرا لما يمثل هذا المجتمع بالنسبة لنا، يقول المستشار، وللشعب الكندي عموما من علاقات وتقارب وحسن جوار. يوم الثقافات حضره الدكتور محمود العالم مسؤول الجالية الصحراوية بالجزيرة ممثلا للشعب الصحراوي، كما حضرته تمثيلية عن النساء الصحراويات بجزيرة تينيريفي ممثلة في جمعية الحرية للشعب الصحراوي، إلى جانب عدد كبير من أعضاء الجالية الصحراوية بالجزر. وشكلت ساحة تيكداي المكان الذي التقت فيه مختلف البلدان المشاركة رمزا للتعايش بين الثقافات. المشاركة الصحراوية تميزت بعرض مختلف ألوان الثقافة الصحراوية الأصيلة من معرض للحلي والعادات والتقاليد الشعبية، كما حضر الشاي الصحراوي وألوان تقليدية استخدمها الصحراويون على مر العصور. وكان جناح الصحراء الغربية لافتاً بزيارة العديد من الضيوف والسياح الذين أبهرتهم عادات وتقاليد شعبنا المميزة والمختلفة، حيث شارك عدد منهم اللباس الصحراوي. وطلب بعض النسوة مشاركة عادات المرأة الصحراوية ولباسها التقليدي كنوع من الاحترام والإعجاب على أنغام الأغاني الوطنية الجميلة. التظاهرة التي اختتمت بتقديم شهادة تقدير للثقافة الصحراوية على مشاركتها في إنجاح الحدث كانت مناسبة أيضا لرفع الأعلام الوطنية وللتعريف بالقضية الصحراوية كقضية شعب مسالم يسعى إلى نيل حريته واستغلاله والتعايش بسلام وحسن جوار وربط علاقات الأخوة مع شعوب وبلدان المنطقة. عبد التي رشيد، إسبانيا.